اللي ما بيقدمش حاجة ما ينفعش يستنى اي حاجة. ما تقنعنيش ان انت هتترقى في الشغل وتاخد فلوس وانت ما بتقدملوش اي حاجة، ولا تقنعني انك في يوم من الايام هتتهنى بورث ابوك اللي انت عمال تحلم بيه وانت ما عملتش لابوك وامك اي حاجة. وما تقنعنيش ان في بني ادم هيتغير معاك في حياتك، مراتك ولا عيالك، وانت دايما بتفكر هتاخد ايه من غير ما تفكر انت هتقدم ايه. الحياة يا ابني مختلفة، لازم تقدم عشان تاخد ولازم تتعب عشان تلاقي، ومفيش بني ادم بتجيله الحاجة جاهزة. فيا ابني فكر، ما تستناش ان حاجة تجيلك وانت اصلا ما فكرتش انك تقدم اي حاجة. قدم عشان تلاقي، طبطب عشان تلاقي اللي يطبطب عليك، اشتغل واتعب عشان تلاقي اللي يكافئك على ده. هي معادلة الحياة كده وفوق والله. بص حواليك، كل الحاجات اللي انت مستني منها الناس تتحرك حواليك انت ما فكرتش تطلع خطوة واحدة لقدام. الخطوة دي على فكرة مش خطوة انك تعمل حاجة، خطوة انك تتعلم درس مهم جدا. تستنى يجيلك حاجة، بس اما تبقى عملت حاجة. وفكر كده، مفيش حاجة هتجيلك طول ما انتش قادر تاخد الخطوة دي. خد خطوة لكل حاجة موجودة في حياتك انت عايزها عشان تلاقي الحياة اللي انت عايزها تديك كل حاجة.